تفتكر ليه الروبوتات بقت تمشي زي الانسان رغم ان اسهل طريقه هي انها تمشي بعجل؟ الشركات مش بتقلد البشر وخلاص، لا هما بيحاولوا يحلوا مشكله ملهاش حل غير عند الانسان. المشي البشري معقد جدا ولغز ميكانيكي كبير. تخيل الانسان اللي بيمشي على رجلين ومركز ثقله عالي، وكل ما بيمشي خطوه بيخاطر انه يقع، بس لما بيجي يقع العضلات والاعصاب بيشتغلوا مع بعض عشان يعملوا توازن، وكل ده في جزء من الثانيه من غير ما تاخد بالك. الروبوت لا عنده اعصاب ولا احساس يقدروا ان هم يعملوا البالانس ده. طب طالما الموضوع كده، ليه الشركات مصممه انها تمشي الروبوت على رجلين؟ خليك عارف انهم بيعملوا ده علشان خاطر يكون عندهم القدره على التنقل الكبيره جدا اللي عند الانسان، زي انه يطلع سلم او يطلع منحدر او يلف بشكل مفاجئ جدا، وده ما بيقدرش يعمله الروبوت وهو بعجل. يعني من الاخر كده، الروبوت لو بيمشي على رجلين هيقدر يتعامل مع كل البيئات المحيطه اللي الانسان بيقدر يتعامل معاها. يعني السر الحقيقي في الاي اي والسنسورز. يعني دلوقتي الروبوت بقى يقدر يشوف، يتعلم ويتوقع، زي بالظبط لما مخك بيتعلم كل يوم حاجات جديدة. تفتكر الاي اي هيقدر يقلد الانسان؟ اكيد يوما ما. طب تفتكر الاي اي هيستبدل الانسان؟ الاكيد انه لا، بس برضو محدش عارف ايه اللي هيحصل في المستقبل. انا كوسايشتاين، تابعني لو مهتم بالروبوتات وعايز تربي عبقري.